هشاشة العظام اللص الصامت. منورني النهارده دكتور احمد سليمان البنا، استشاري جراحه العظام. منورني يا دكتور. الله يخليك. الحقيقه يا دكتور احنا دايما او في العادي بنعرف ان احنا عندنا هشاشه عظام لما بيحصل كسر، لكن طبعا في طرق كتير بتبقى بتنبهنا او بتدينا الارم كده قبلها، زي طبعا التكسير في الجسم، الوجع الدائم في العضلات، الحاجات دي كلها. ازاي يا دكتور بنعرف ان في هشاشه عظام، ولا هل بالضروره فعلا ان يحصل كسر؟ هشاشة العظام ده حاجة فيري كومن، موجودة تقريبا، ده نورمال فيسيولوجي في الناس كلها. كل كبار السن بنسبة كبيرة بقى عندهم هشاشة في العظام، خاصة الفيميلز، وخاصة بعد بوست منوبوزال، بعد انقطاع البريود بيبدأ يحصل تغير في الهرمونات، وبالتالي اللي بيبقى فيه الهرمون الاستروجين بالذات بيقل، ونسبة حدوث الهشاشة بتبقى أعلى. يمكن الميل للفيميل ريشيو بتبقى قبل اثناء البريود بيبقى تقريبا ايكوال، لكن بص منوبوزال ممكن توصل 6-1. يعني نسبه الفيميلز السيدات بتبقى اكتر، وبتبقى نسبه الهشاشه عندهم قد تصل ل6 اضعاف الرجال. وبتزيد في بعض الحالات اللي هي بيحصل فيها تغير في الهرمونات، او الناس اللي هم ممكن يكونوا بياخدوا ادويه او هرمونات او حاجه بتحتوي على كورتيزون. ويعني هو من احد اكتر الامراض المنتشره، لانه هو نورمال فيسيولوجي في معظم الناس. طب هل يا دكتور الهشاشه بتوجع فعلا؟ يعني ممكن تسبب الم شديد؟ الهشاشه ممكن تسبب الم، لان الهشاشه بيبقى العظم بيضعف، فبتبدا العضلات تشيل جزء من الوزن، فبيبقى بيسبب وزن الجسم نفسه بيعمل لود على عظمه ضعيفه مش قادره تستحمل اللودز اللي عليها، فده بيسبب الام في اماكن كتيره، يمكن اشهرها اسفل الظهر، وممكن الساق. دي من اماكن تلاقي فيه وغز في الاماكن كتير، ووجع في معظم العظم بتاع الجسم، بس يمكن اكتر حاجه فيهم اسفل الظهر. طيب يعني الاماكن الاكثر تاثرا غير الاماكن اللي حضرتك ذكرتها، في اماكن تانية اكثر تاثرا؟ طبعا. انا بالنسبه لي في جراحه العظام بيهمني جدا الهشاشه، من اكتر الاماكن اللي بتسبب اوستيوبروتيك فراكشرز، يعني يحصل كسور من خبطه بسيطه، يعني خبطه ما تكسرش نلاقيها كسرت. ليه؟ لان العظمه نفسها ضعيفه، زي عظم الرز، زي عنق وراس عظمه الفخذ. عنق عظمه الفخذ من اكتر الاماكن اللي ممكن تتاثر بالهشاشه، وبتتكسر كتير في كبار السن، وبيكون الكسر بتاعهم نتيجه يا دوبك وقع في مكانه، مش خبطه كبيره ولا حادثه ولا ان هو سقط من مكان عالي او حاجه، لا، ممكن لو اتكعبل بس في السجاده يقع يتكسر نتيجه ان العظم نفسه فيه هشاشه. طيب كبار السن دايما بيلجأوا للادويه كتير، عايزين بقى مسكن للالام. بصي، الموست سيف هو ان انا اخد حاجه تحتوي على البارستامول، زي البنادول مثلا او حاجه زي كده. البارستامول هو امن على المعده وامن على الكلى، وهم بحكم السن وحكم الامراض المزمنه اللي بتبقى عندهم والادويه الكتيره، فبندور على حاجه اكثر امانا زي البارستامول بصفه عامه. دكتور احمد سليمان البنا، نورتنا يا دكتور النهارده، شكرا جزيلا لحضرتك. ميرسي جدا. ودي كانت حلقتنا من برنامجكم على الديسك، كل ما يخص طب العظام مع افضل الخبراء.